السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهارده بقى انا هعمل ايه؟ طبعا انا كل مرة بعمل فرخة شوربة، قلت لا انا النهارده هعملها ايه؟ صينية نواشف كده، يعني تبقى اكلة ايه؟ نواشف. طبعا الصينية دي اللي ممكن تعملي جنبها ملوخية، تعملي جنبها محشية. فانا عملت ايه المحشي لان كان عندي ناس وجايين وكده، فانا قلت لازم اعمل لهم ايه؟ محشي. هنا بقى ايه؟ عملت المحشي، بس انا عاملاه ايه يعني بالليل، عاملاه اللي بدل ما انت بتعمليه التسبيكه يبقى هتعمليه بالليل. وكان عندي شوربه، انا سقيت كده بالشوربه وقلت ايه يبقى انا كده خلصت منه. انما لو هتعمليه ني في ني ممكن تعمليه يعني يوميا على طول، يعني الصبح وتعمليه. انما كنت انا عاينه ايه الورق في الدير فريزر، فطلعته وعملت الصلصه بالليل. قلت ايه عشان الصبح مبقاش ورايا حاجات ايه كتير، فكده ايه عملت سقيته بالشوربه. شوربه بط بقى، شوربه فراخ، ما عندكش شوربات خالص، مرقه الدجاج، اي حاجه، اي شوربه عندك. نيجي بقى على ايه؟ على الصينيه. طبعا الخلطه بتاعت الفرخه اللي انا هعملها الصينيه، خلاص احنا زهقنا والله من الشوربه وزهقنا كل من الاكل كله يعني بصراحه. فقلت النهارده انا هعمل تغيير شويه. هنا 3 حبات بصل، هنا حبتين طماطم مبشورين طبعا، هنا ايه فلفل وكزبره وملح ونص معلقه ايه سكر. ما عندكش عسل حط نص معلقه سكر. طبعا ناقصنا حاجه تانية اللي احنا هنجيبها، بهارات الكفته، البهارات اللي هي الكفته. طبعا تروح للعطار تقول انا عايزه بهارات كفته، تبقى احسن في الصينيه، تبقى ريحتها جميله جدا. انا بحب استعملها على طول في بيتي، يعني ما بتخلاش من البيت خالص بصراحه يعني. فهنحط ايه معلقه منها، وهنحط كمان ايه ربع كوبايه ايه زيت. ادي المعلقه كبيره اهي عليها طبعا. وهنحط كمان ايه ربع كوبايه زيت. هنحط الزيت اهو. طبعا الكزبره، نحط كزبره، وهنقلب. الخلطه بتبقى جميله جدا، نقلبها كده كلها مع بعض زي ما احنا شايفينها كده، بسيطه جدا. طبعا زي ما احنا شايفين كده الخلطه جميله جدا. ومش هقول لكم دي ما بتحط على الفرخه تبقى ريحه البيت عامله ازاي. انا عملتها معاكم قبل كده بالبطاطس وبالبزله، والنهارده قلت لا انا هعملها ايه صينيه من غير لا بطاطس ولا اي حاجه كده جنب المحشي. طبعا الفرخه بنجيبها وبنكون قبلها بيوم او يومين بنحطها في الفريزر بتفرزيها، بتكون احسن يعني بتكون احسن. طبعا احنا عارفين ان غسيل الفرخه طبعا لو عندك معلقه طحينه ودقيق وليمون بيبقى اهم حاجه الغسيل بتاعها. كده الخلطه كده ايه جهزت اهي، بسم الله ما شاء الله. يعني طريقه سريعه وما بتاخدش وقت، لما يكون عندك ضيوف ممكن تعمليها ما بتاخدش وقت خالص. طبعا الفرخه بتغسليها الغسله النظيفه وبتصفيها، ما بيكونش فيها الميه، وبرصها كده في الصينيه. باجي اعمل ايه الخلطه بنزلها عليها اهي، بنزلها عليها. ومثلا يعني ايه ما عندكيش عسل نحط معلقه ايه سكر، بتبقى عامله زي ما تكون جايه من عند المحلات بالظبط، واحلى كمان يعني. على الاقل انت عاملاها ايه ضمناها في البيت وعاملاها بايدك. وبنزل الخلطه دي كلها كده، يعني ايه بنعمل بها الفرخه. بس الفرخه ما تكونش فيها ميه، ما تحطش اي ميات خالص، تبقى جميله جدا تاكلها جنب المحشي. عايز تعملي جنبها مثلا بطاطس محمره، مكرونه، اي حاجه، بس تغيير شويه وتبقى حلوه جدا وتعجب الاسره والله بيطلبوها مني. فانا قلت ان انا كده ايه اصورها لكم واعملها لكم. عشان الوقت عملت المحشي بالليل لان المحشي كتير، فعملته من بالليل. بس عشان تعمليه من بالليل لازم تسبكي له البصل والثوم وكله، لان ما ينفعش تعمليه ني وتعينيه في التلاجة، مش ينفع.
فهتعمليه ني، هتقوم تلفيه على طول في نفس اليوم. الفرخه كده اهي. وهنقوم ايه بقى بعد كده؟ هنجيب ورق حراري. انا كده عملتها كده كلها هي. هنجيب ورق حراري وهندخلها جوه ايه، طبعا انا محميه الفرن، هندخلها جوه الفرن وهوريها لكم بعد ما نخلص. بس لازم ايه الفرخه كده تاخد ايه من الخلطه اللي انا عاملاها الجميله دي. انا مش هقول لكم ريحه الخلطه بتبقى عامله ازاي مع الفرخه، او ان كنت تعملوا عليها صينيه بطاطس بتبقى جميله جدا. يعني قبل كده عملتها بالبطاطس وبالبازيلا، كانت بصراحه الريحه بتاعتها جميله جدا كده اهو. وهنجيب ورق حراري وهدخلها الفرن وهوريها لكم ان شاء الله. يعني بصي والله العظيم ما بتاخد اي وقت. خلاص انا كده علقت على المحشي وقايمه الصبح كده فايقه، ما وريش اي كراكيب، معلقه على المحشي بتاعه وعامله الفرخه هي، وبسم الله ما شاء الله. هوريها لكم بعد ما اطلعها من الفرن. زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، والله العظيم كانها جايه من عند الحاتي بالظبط. شايفين الشكل وشايفين البهانيس بتاعتها، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. وجنبها بقى طبق المحشي، اللهم صل على النبي. شايفين عامل ازاي؟ بس يعني الصينيه دي انا بعملها على طول كده، فمفيش وقت ان انا الواحد يعني يعمل محشي ونعمل فراخ شوربه. قلت لا لازم اعمل لهم جنبها صينيه نواشف تبقى جميله جدا. شايفين البهانيس بتاعتها عامله ازاي؟ والله هي عشان بس سخنه، وانا مش هقول لكم بقى على الريحه بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. واقول لكم ايه؟ اقول لكم تعالوا اتغدوا معايا احلى محشي من مطبخنا الشعبي، واحلى صينيه فراخ في الفرن جميله جدا. ومش هتاخد منك اي وقت، يعني الوقت بتاعها مش هتاخده منك على طول كده. وزي ما احنا لو مشينا على خطوات الفيديو بسم الله ما شاء الله عليها، يعني جميله جدا وحاجاتها كلها اقتصاديه يعني جميله. وزي ما احنا شايفين كده والله العظيم احلى من تحمير المحلات. انا بحبها محمره عامه كده قوي، يعني بتبقى جميله جدا، والطعم والريحه انا مش هقول لكم عليه. هقول لكم بقى تعالوا اتغدوا معايا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.